متهم مطلوب للقضاء، يحمل الجنسية الهندية، خريج كلية الطب، تميز بأنه أقوى داعية إسلامي في مقارنة الأديان في العالم في الوقت الحالي. اسمه ذاكر نايك. ما جريمة هذا الرجل؟ كل جريمته يا سادة أنه لا أحد في العالم كله استطاع أن يهزمه في نقاش أو جدال. What's the fifth question? I just ran out of questions now. كل جريمته يا سادة أنه أسلم على يديه الآلاف من كل الملل والأديان. Ashhadu Ashhadu that there is no God but Allah but Allah and Muhammad is his messenger and servant his messenger and servant. and servants. كل جريمته يا سادة أنه أراد أن يضيء عقولا مظلمة ويرشدها إلى طريق الحق والصواب. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, let me guide you further and to give you the best in this world and the akhirah, and inshallah to grant you Jannah. كل جريمته يا سادة أنه أحب الخير للبشر وأراد لهم السعادة في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة، ولما عجزوا عن هزيمته فكريا اتهموه بالإرهاب. في مدينة بومباي في العام 1965 للميلاد ولد ذاكر عبد الكريم نايك لأسرة طبية مسلمة. درس الطب وتخرج من كلية الطب، لكنه بعد تخرجه ببضعة أشهر انتقل من طب الأبدان إلى طب الأديان، حيث ولج ميدان الدعوة إلى الإسلام. هل سمعتم المثل الذي يقول رب تلميذ فاق أستاذه؟ لعله ينطبق على الداعية الطبيب ذاكر نايك الذي وهبه الله تعالى علما واطلاعا وذكاء وذاكرة، مما تفوق به على أستاذه الشيخ أحمد ديدات رحمه الله. التقى به في عام 1987 ميلادية وأصبح تلميذا له، وقد أثنى عليه الديدات وقال له: ما فعلته يا بني في 4 سنين استغرق مني 40 سنة لتحقيقه. هل هناك سر عند الدكتور ذاكر نايك يريد أن يصرح به للحسيني؟ My secret is سري هو that I read the أنني أقرأ القرآن بفهم on the message of the وأطبق رسالة القرآن وأتبع الحديث. بدأ الطبيب ذاكر نايك دعوته مبينا وموضحا محاسن الإسلام وعرض عقيدة الإسلام والرد بحكمة على ما يخالفها من شرائع وعقائد في كل الأديان. بدأ الناس يستمعون له ويحضرون ملتقياته، غير المسلم يجلس بجوار المسلم. توسع نشاطه ليشمل ملتقيات جماهيرية التي أخذت تزداد شيئا فشيئا. ثم انتقل ذاكر نايك من مجرد مناقشة الأفكار المخالفة للإسلام إلى دعوة علماء غير المسلمين للمناظرة والحوار، فاستجاب له علماء النصارى والهندوس والبوذيين والملحدين، وأصبحت هذه المناظرات يحضرها الآلاف في الساحات والميادين وملاعب الكرة، وكان ذاكر نايك يخرج منها منتصرا دوما. ثم أنشأ ذاكر نايك قناته الفضائية التي أطلق عليها اسم بيس تيفي، أي قناة سلام، ولكل من اسمه نصيب. فكانت هذه القناة فعلا قناة خير ودعوة وسلام. بدأت دعوة ذاكر نايك تتجه إلى العالمية، وكانت هذه القناة فعلا نقلة عالمية لهذا الرجل، كيف لا، وهي تبث باللغة الهندية والإنجليزية والبنغالية واللغة الصينية وعلى أكثر من قمر، ويتابعها عشرات الملايين من المشاهدين في شتى بقاع العالم. وبدأت مقاطع القناة تنتشر على اليوتيوب مترجمة إلى عدة لغات. آتاه الله بصيرة في النقاش وحسنا في الجدال وحكمة في الكلام وبراعة في الإقناع ومهارة في الحفظ والاستحضار. وقد استطاع ذاكر نايك الذي يحفظ القرآن الكريم ويحفظ الكتاب المقدس للنصارى بعهديه القديم والجديد ويحفظ الكتب المقدسة للهندوس والبوذيين حفظا متينا بالجزء والصفحة، وهو يقتبس منها النصوص بألفاظها بكل يسر وسهولة وكأنها أمام عينيه. أقول استطاع هذا الداعية أن يقنع غير المسلمين بإثبات حقيقة التوحيد وتعاليم الإسلام من كتبهم التي يقدسونها، وذلك بطريقة مبتكرة وأسلوب منطقي جذاب ليس فيها هجوم على الديانات الأخرى، مما حقق له الاحترام الواسع في أنحاء العالم. وقد حصل على الكثير من الجوائز العالمية ومن دول مختلفة باعتباره رمزا للاعتدال،
لكنه تحول فجأة من رمز الاعتدال إلى رجل إرهاب. قناته الفضائية بيس تي في دخلت كل بيت في الهند، وأصبحت محاضراته مثار نقاش وجدل على المستوى الشعبي، حيث صدر قرار من الحكومة الهندية التي يسيطر عليها حزب بهارتيا جاناتا الهندوسي بالقبض على الدكتور ذاكر نايك بتهمة التحريض على الكراهية واعتبار قناته الفضائية وسيلة لغسيل الأموال. To request the Indian media to show me one program anywhere which has been telecast on any of the Peace TV channels, any program or any portion of any program of Peace TV which is inflammatory, which promotes disharmony. خرج الداعية ذاكر نايك من بلاده هاربا، وبدأت عملية المطاردة والملاحقة، فقدمت الحكومة الهندية مطالبات رسمية إلى الانتربول الدولي بالقبض على ذاكر نايك في أي دولة كان وتسليمه إياها لمحاكمته. وأعلنت رئاسة الانتربول عدم جدية الاتهامات، وطالبوا الهند بتقديم الإثباتات القاطعة. سبحان الله، فجأة تحول ذاكر نايك إلى رجل إرهابي، وبعدها قررت بريطانيا منعه من دخول أراضيها بتهمة الترويج للفكر الإرهابي. وفي عام 2017 ميلادية أسقطت الحكومة الهندية الجنسية عن ذاكر نايك. انقلبت الدنيا على هذا الداعية وضاقت عليه الأرض بما رحبت. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ يأتي الجواب من الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، لا تقلقوا ولا تحزنوا، بل افتخروا بدينكم، فلو لم نكن على حق لما حاربنا هؤلاء. وكما بشرنا النبي العدنان: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله تعالى به الكفر. قال الدكتور ذاكر نايك في إحدى تصريحاته بأن الهندوس في ماليزيا يتمتعون بحقوق أكثر 100 مرة من الأقلية المسلمة في الهند. تصريح عادي جدا، لكن خصوم ذاكر نايك استغلوا هذا التصريح وبتروه عن سياقه، فقادوا ضده حملة شعواء تحولت إلى معركة سياسية أزعجت حكومة مهاتير محمد التي أعلنت إدانة تصريحات ذاكر نايك، ثم أحالته إلى التحقيق. وقامت الشرطة الماليزية باستجواب ذاكر نايك لمدة 10 ساعات. اضطر ذاكر نايك إلى الاعتذار عن تصريحاته، لكنه أصر على أنها ليست عنصرية. ثم رأت الحكومة الماليزية امتصاص الموجة ضد ذاكر نايك، فقررت منعه من إلقاء المحاضرات العامة. ختاما أقول إن حصار الداعية العبقري الدكتور ذاكر نايك ومطاردته ومحاصرته بهذه الصورة يؤكد أمرين: ضعف المسلمين وقوة الإسلام. فهذه الحادثة كشفت لنا ما وصلت إليه أمتنا من الضعف والهوان، لدرجة أن الداعية المسلم الواعي المؤثر المسالم المثقف لا يجد أرضا تستضيفه تمكنه من تبليغ رسالة الإسلام. وفي الوقت ذاته هذه الحادثة تؤكد لنا قوة الإسلام في جذب العقول والتأثير على القلوب. فهذا الداعية لم يحمل سيفا ولم يحرض على قتال ولم يؤذي إنسانا، لكنهم أثبتوا لنا أن سلطان الكلمة عند المسلمين أقوى من كل أسلحة الدنيا، أقوى من كل أسلحة الدنيا. ومؤخرا تناقلت وسائل الإعلام بأن الحكومة الماليزية بصدد إنشاء قناة تلفزيونية إسلامية عالمية ناطقة باللغة الإنجليزية بميزانية ضخمة وإمكانيات عالية للدفاع عن الإسلام ومكافحة ظاهرة الإسلام فوبيا، بالاشتراك مع الحكومة الباكستانية والحكومة التركية. نصيحتي للحكومة الماليزية: لا داعي لإطلاق القناة، يكفيكم أن تطلقوا ذاكر نايك.